اللهم صل وسلم اللهم وبارك صل على وسلم سيدنا وبارك محمد على وعلى آله سيدنا وصحبه محمد وعلى آله أجمعين. وصحبه ازيكم أجمعين. عاملين ايه؟ ازيكم يا رب عاملين ايه؟ تكونوا بخير. صباحكم النهاردة زي الجمعة، الفل. النهارده الجمعة صحينا من صحينا من النوم النوم. وعايزين نصحصح. إيه اللي هيصحصحك يا ام اياد؟ فنجان القهوة بتاعي، وبحبها سادة زي ما انتوا شايفين كده. اي حاجة جنبيها حبة سوداني، حبة مكسرات، بسكوتية، ايه الموجود؟ مش موجود عادي. شربنا قهوتنا، نحضر فطارنا، اجازة، نروج على اولادنا. هنعمل فطار سهل وبسيط ويمشي غدا. وانا بنزله في التوقيت ده عشان لو حد لسه ما اتغداش وعايز يعمله غدا، حلو جدا برضو وبيكفينا وبنشبع منه، بيبقى زي الفل. اهو معانا بطاطسيتين شيبسي مقطعاهم، ومعايا بيض، ومعايا بهاراتي، شطة وكزبرة وكمون، ومعلقة فلفل اسود. اهو زي ما انتوا شايفين كده معايا بالراحة وعلى مقلينا اهو. والملح طبعا، بطاطساية مغسولة ومتقطعة اهو. والبقسماط ده حلو جدا، بعتمده في كل وصفاتي. انت جايبه يا ام ايه ده البقسماط عشان الوصفه دي بس؟ لا طبعا، البقسماط كان عندي من تخزينات الشهر، بينفع معايا في اكتر من وصفه هنشوف مع بعضينا بعد كده اهو. معلقه خل على البيض، ومعلقه خل على البطاطس الشيبسي. خدي لي البطاطس دي وكزرولة على النار وانزلي لي بيها، ميه بتغلي اهي، انزلي لي بالبطاطس فيها اهو. واحدتين على البوتاجاز عادي، بتحصل يا جماعه اهو. احط الملح زي ما انتوا شايفين معايا هنا اهو. نسيت اقول لكم ان انا في وانا بقطع البطاطس الشيبس بعد ما غسلتها وصفيتها، غسلتها عفوا وضفت لها الملح وصفيتها، بضيف لها سنة فلفل اسود، سنة كمون، على اساس ايه؟ شيبس بطعم الفلفل الاسود مثلا يعني. طاسة على النار، انزل فيها بالزيت. البيض البراد اللي هناك ده بسلق فيه البيض، متخصص عندي لسلق البيض فقط لا غير، مش بعمل فيه اي حاجة غير البيض. طاسة ونزلت بالزيت فيها اهو زي ما انتوا شايفين. البيض هنا بيتسلق تمام، والبطاطس بتتسلق. وهنا هنجلي الشيبسي اهو. هنحط معلقة الملح، التحديجة بتاعت الشيبسي زي ما بتحبوها اهو. وهصفي البطاطس دهيت من المية بتاعتها. اللي ما تصورتش معايا معلقة الفلفل الاسود، سنة فلفل اسود كده، بضيفها للبطاطس بحيث ان هي ايه؟ تديها تطعيمة. سنة بابريكا، سنة كمون، سنة طعم جبنة عندك لو مفضل، بس انا ما بحبوش. فلفل اسود بحط، ملح، خل، شطة، بابريكا، دي الأطعمة اللي أنا بحبها. شايفين الفلفل الأسود أهو زي ما انتوا شايفين كده معايا أهو. نحمر البطاطس ما فيهاش أي افتكاسة، زيت نظيف، بطاطس متقطعة كويس ومغسولة كويس، هتطلع معاكي زي الفل أهو. هنا بقى البطاطس بتاعتنا كانت استوت، نفتح عليها ده، بختبرها لقيتها استوت بالشوكة. اخد البطاطس دي على الحوض اصفيها، انا عايزاها سخنة زي ما هي اهو. عايزة البطاطس سخنة اصفيها بقى، وانزل بيها في البولة ولا الطبق بتاعي اهو. صفيناها، شايفين البخار بتاعها؟ اهرسها بالشوكة، او لو عندك الهراسة، او لو ايد الهون، او المعلقة، اهرس الكلام الحلو ده زي ما انتوا شايفين. اخلص معاكم البطاطس كلها هرس كده، وانزل عليها بقى بالبهارات بتاعتي. ايه بهاراتك يا ام اياد؟ كزبرة وكمون وملح وسنة شطة وسنة فلفل اسود اهو. اهرسها اهو، افضل حطوا اللايك اهو. هنا الشيبسي بتاعه اهو كان احمر، بدأ يحمر وهطلعه زي ما انتوا شايفين معايا كده. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. اذكروا الله يا حبايبي. هنا البطاطس كنت هرستها وخلصتها. بضاية في طبق، اللي هحط معلقتين ملح للبطاطس اهو زي ما انتوا شايفين. معلقتي صغيرة على فكرة يا جماعة اهو. عصرة ليمونة واحدة على البضاية دي علشان الزفارة اهو.
اضربي لي البيضاية بتاعتك بالشوكة اهو. في المرحلة دي البطاطس يا بنات كانت بردت، ما ينفعش اضيف البيضة والبطاطس سخنة، هتتشوي مني والبيضة هيخرز معايا، لا كده وصفتي باظت. ان شاء الله نحاول نتفادى البوظان ومفيش حاجة تبوظ مننا، وكلكم شطار وهتتعلموا بسرعة. وزي ما انتوا شايفين معايا كده خفقت البيضة، انزل عليها بالبطاطس. ليه يا ام اياد ما كبتيش البيضة على البطاطس؟ علشان ممكن ماخدش البطاطس كلها في وصفتي، فيفضل البطاطس معايا نضيفة، اعمل بها طبق تاني جانبي اهو. على مهلينا اضيف على البيضة شوية البطاطس اللي انا عايزاهم، البطاطس متبهرة ومتطعمة بالملح والتوابل وكل حاجة. انزل بقى على البيضة واعجنها زي ما انتوا شايفين بالشوكة. هنا بقى كان البيض بتاعنا اتسلق وطلعته وقشرته. هنا بقى اللحظة الحلوة، لبست الجلافز بتاعي عشان الوصفة فيها شوية لحويس كتير، وخدت عجينة البطاطس. شوفولي بقى الحركة دي، أغلف البضاية كلها بالبطاطس أهو زي ما انتوا شايفين، وأرسم البيضة أهو. أغلف كويس وأشغل ايديا كويس من الناحيتين بحيث ان انا اخلي البطاطس تاخد على شكل بيضة اهو. بس بيضة كبيرة جدا دي على فكرة، مفيش بيضة بالحجم ده، لا يا رب، بيض الوزة ممكن يكون كبير كده بس مش بيتاكل اهو. شايفين والله قريبة من شكل البيضة يا بنات. اعمل لك واحدة تاني كمان اهو اهو. شايفين معايا زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. خدت البضاية انزل عليها بالبطاطس اغلفها من بره. ابسطي ولادك وفرحيهم بأقل التكاليف، البيوت كلها فيها بيض والبيوت كلها فيها بطاطس. خايفة من ان هي تبوظ معاكي؟ جربي في بضاية، في بيضة، في 2 بيضة بس عادي اهو. خلصتم وهنزل بيهم في البقسماط، اخلص الكمية كلها وارجع اوريكم تاني اهو. لا اله الا الله. اهو كده كنت خلصت البيض بتاعي كله وظبطته اهو زي ما انتوا شايفين اهو. يا بنات الوصفة دي والله العظيم بتتاكل جنب مكرونة ووجبة غدا، وبيبقى طعمها حلو جدا 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 اهو. بيض وبطاطس وطبق سلطة خضراء، حبة مكرونة، ممكن جنب عيش وبطاطس محمرة تاني، جنب طبق فول، أفكار كتير جدا. خدي الفكرة اللي تعجبك من الفيديو ومشي عليها وركب عليها أفكار تانية كتير. ولو عجبتكم الفكرة بتاعتي النهاردة في البيض والبطاطس، ما تنسوش تحطوا لايك وتعملوا لي اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس فضلا وليس أمرا أهو. هنا بقت البيض بتاعي كان خلص وغلفته كله، اخده على الزيت اهو زي ما انتوا شايفين. طاسة الزيت اللي حمرت فيها البطاطس الشيبسي، الزيت نظيف ورايق وزي الفل، اتعامل معاه بالراحة عشان عجينة البطاطس طرية اهو. شايفين؟ ولا فكت معايا ولا حصل لها اي حاجة. هتاخد اللون الجلد الحلو اللي انا عايزاه زي ما انتوا شايفين كده اهو، ولا اكتر ولا اقل. واحدة واحدة سلقنا البيض وسلقنا البطاطس، هرسنا البطاطس نزلنا عليها بالبهار، خفقنا بيضة، بردة البطاطس نزلنا بكام معلقة بطاطس على البيضة، شكلنا البيض بتاعنا زي ما انتوا شايفين، غلفناه بالبقسماط نزلنا بيه على الزيت. ولا أسهل من كده أهو. فيديو سهل وبسيط ولذيذ أهو. وزي ما قلتلكوا ينفع فطار وينفع غدا أهو، زي ما تحبي تصنفيه صنفيه. في حالة إنك هتتغدي بيه حبة مكرونة بصلصة وحبة سلطة خضرا أهو، هتفطري بيه حبة تعملي زي ما أنا عملت تمام، حابة عندك أي مكونات تاني وتدخليها تمام وزي الفل أهو. طلعنا بره المعتاد اللي هو الفول والطعمية والبتنجان ومش عارف، هنعمل ده كله وشغالين بيه وبنفطر بيه كل يوم تمام، بس تغيير كنوع من أنواع التغيير أهو. خلصنا البيض بتاعنا
ولونه حلو. لو كنتوا وصلتوا لحد هنا ما تنسوش اللايك، بقول لكم اهو. هنا كان عندي كيس طعمية جليته. هنا بقت البطاطس اللي فاضت مني، شايفين لو كنت حطيت بيها البيض كانت خلاص مش هينفع، كنت ممكن ادخلها برضو في حاجات تاني، اعملها زي اجراس طعمية كده، بيض بالبطاطس محمر. بس انا حبيت الطريقة دي، حماتي بتحبها. فمعلقتين البطاطس هم اللي فاضوا، هكدح لهم نص معلقة زبدة واطشها بيهم، وبقى طبق تاني معانا اهو زي ما انتوا شايفين اهو. بس واركنوا لي الطبق ده على جنب، وشوفوا هتعمل ايه تاني يا ام اياد. يلا اللي بعده اهو، على مهلنا واحدة واحدة. عرجين خضرة لو عندك وزينا بيهم طبق. رص البيض بتاعك اهو زي ما انتوا شايفين. شايفين اللون؟ كوبيبة مش بيض يا جماعة اهو. ايه ده اهو. ونقطع واحدة معاكم واوريكم شكله من جوه متماسك وحلو، وطعمه كان تحفة اهو. شايفين؟ قطعيها بالسكينة على مهلينا واحدة واحدة اهو زي ما انتوا شايفين معايا كده، ولا اروع من كده. شايفين شكل البيضة اهو زي ما انتوا شايفين، بسيط وسهل. خلصنا البيض بتاعنا وقطعناه، والفطار بتاعنا خلص. جالنا طعمية وعملنا البيض وعملنا الشيبسي، وطلعنا حتة حلاوة طحانية كانت عندنا، وقطعنا طماطمية واديناها رشة توابل، وفطرنا واللهم لك الحمد والشكر. ويومنا كان حلو. وبعد كده نشوف دروسنا ونشوف مذاكرتنا. وده كان يوم الجمعة وفطاري، وحبيت أشاركه معاكم كنوع من أنواع التغيير. أدي الحلاوة الطحانية، وادي الطماطماية، وادي البيض بتاعي والشيبسي والبطاطس اهو. ولا اسهل من كده، وينفع غدا زي ما قلتلكوا اهو زي ما انتوا شايفين. حبيت اشارككم الفيديو بتاعي واوريكم النهاردة انا عملت ايه. وده كان يومي سهل وبسيط. كملنا بقى بعديها نظافة في البيت، استقبلنا المدرسين عشان الدروس بتاعت أولادنا. عندنا خروجة هنخرجها، إيه كده اللي احنا عايزينه هنعمله. نظمي وقتك ورتبيه، هتبص تلاقي الدنيا معاكي تمام. هنا كنا رصينا صينيتنا هنفطر بيها. وما تنسوش تشتركوا لي في القناة وتفعلوا زر الجرس فضلا وليس أمرا يا حبايبي. وأترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.